السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ودرس جديد في قناة خيركم. ومعانا النهاردة سورة جميلة وحبيبة وعزيزة إلى قلوبنا، سورة القدر، صفحة 598. معانا مصحفنا والكراسة والقلم، ومعانا أذهان متفتحة وصافية وقلوب واعية وحاضرة لكلام الله تعالى، ودعوة من القلب بالتيسير وبالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إنا، بكسر الهمزة كويس، إي وليس إي. إي إن، عندي نون مغنونة بزمن حركتين. إنا إنا، ومد بعد إن أمد الألف مد منفصل 4 حركات. إنا أنزلنا. عرفت منين إن همد المنفصل؟ ألاقي الألف بتاعت إن عليها علامة المد المنفصل، علامة المد عموما اللي هي الجناح الطائر. أنزلناه، عندي بين النون وحرف الزاي في حكم الإخفاء الحقيقي للنون. أنزا أنزا زا، أطلع صفير الزاي اللي عامل زي زنة النحلة. أنزل زل، أنزل على لام ساكنة أديها زمن التوسط لأنها من حروف لين عمر، لا هي شديدة ولا هي مجهورة، هي متوسطة في زمن جريان صوتها. أنزل زل لازم لساني يلمس حتة كده من اللثة، داير ما يدور كده حتة من اللسان. أنزلنا نا، النون ممدودة بالألف الخنجرية الصغيرة الموجودة، مد طبيعي حركتين. أنزلناه هو، هاء الضمير المفرد المذكر الغائب مضمومة، ولكن ألاحظ أن ليس وراها علامة المد الصلة اللي هي الواو الصغيرة اللي بتكتب على السطر، مش موجودة. ده معناه أني مش همد مد صلة. إيه السبب؟ أن هذه الهاء واقعة بين ساكن ومتحرك، واحنا عارفين أن الشرط أنها تكون واقعة بين إيه؟ بين متحركين، ولكن هنا واقعة بين ساكن ومتحرك. إيه هو الساكن؟ الألف المادية اللي قبل الهاء. أنزلناه، ما هي الألف المادية دي حرف من حروف الكلمة، ما هيش عشان مكتوبة صغيرة كده إن هي نقول إنها حرف زائد، لا هي مش حرف زائد على الكلمة، هي من حروف الكلمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأخد بالي إن اللي احنا بنشرحه دي قواعد حفص عن عاصم، يعني قد يكون اللي بنشرحه له عكسه تماما في رواية أخرى وفي قراءة أخرى. فلو حد بيستمع إلى إذاعة القرآن الكريم ووجد حكم آخر مخالف أو طريقة أداء مخالفة للي احنا بنشرحها، ما يفتكرش إن احنا بنقول خطأ أو يتلخبط، لا يعرف ينتظر لنهاية التلاوة، وهو هيجد في الآخر بيتقال كانت هذه تلاوة من رواية كذا، هيجد إنها حاجة تانية غير حفص عن عاصم. فنلتزم بالرواية اللي احنا بنقرأ أو بنتعلم بيها، ما ينفعش نخلط الاتنين مع بعض. في أنزلناه في عندي في حرف جر ومنتهي بياء مادية، يعني بحرف مد، لازم أثبت حرف المد في التلاوة. ما ينفعش أقول في ليلة القدر، في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهتلاقي ناس كتير بتقول كده. لا، في ليلة القدر. ليه حذفت الياء؟ مفيش مبرر لحذفها. أحذف الياء إمتى؟ لو كان جاي ورا في حرف ساكن فيلتقي ساكنين، فاضطر أحذف الساكن الأولاني اللي هو الياء المادية بتاعت فيه. لكن اللي جاي بقى ورا فيه حرف متحرك اللي هو اللام، فمفيش مبرر للحذف.
يبقى في ليلة القدر، في ليلة القدر. لازم أثبت حرف المد. وخدوا بالكم إن إسقاط حرف من حروف التلاوة هو ذنب، بتأخذ عليه سيئة، بيتحط في ميزانك، هو يعني خطأ شرعي. لابد أن لا أحرف في تلاوة القرآن الكريم بإني أسقط حرف ولا إني أزود حرف. تمام؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. لي عندي ياء ساكنة قبلها مفتوح، فهي حرف لين، أديها شوية ليونة. ليلة القدر، ليلتي، ما أقولش ليلتي، ليلة القدر ده في اللغة العامية في كلامنا العادي، لكن في القرآن ليلة القدر، تي القدر، يعني أروح مشوار لتحت شوية كده، أنزل لتحت شوية، يعني مش هتعب قوي، يعني أتحرك. ليلة القدر، أحرك الفك شوية لتحت. ليلة القدر. تل، انتقلت من التاء للام الساكنة، اللام القمرية، وأسقطنا همزة الوصل اللي اتفقنا على أنها بتقع وتسقط في وصل الكلام. في ليلة القى، ما أقولش القى ولا الكا، كل الأصوات دي خاطئة. قا. في ليلة قد عندي من القاف لدال مرققة، ما أقولش القاضاء وفخم الدال وخليها ضاد بسبب القاف، لا، ما أقولش القدر، إيه ده لا، خطأ. القدر، الدال مرققة بعد القاف، والدال هنا مقلقلة في وسط الكلمة، فالقلقلة هنا مرتبتها صغرى لأنها في وسط الكلام. القدر، هقف على راء ساكنة، قبلها ساكن قبلها مفتوح، إذن هي مفخمة. هنقول طب ما تحتيها كسرة، هنقول هذه الكسرة في حالة ما إذا وصلتها بما بعدها. إذا وصلتها بالآية التالية يبقى هتكون مكسورة وهتكون مرققة. تمام؟ يعني لو هوصل هقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك. القدر وما لو هوصل، إنما أنا هقف عليها تبقى في ليلة القدر، وقف على راء مفخمة، ما أقولش القدر، لا، القدر. تمام. وما أدراك ما ليلة القدر. ما أقولش وما أدراك، لا، وما لها معنى آخر، يعني أشار من الإيماء، إيماءة، لا، فما تديش، ما نطقش الكلمات بلكنة توحي بمعاني أخرى. وما، الواو كلمة وما كلمة، وما مش وما لا. وما أدراك، ده المقلقلة أيضا. را، أفخم الراء، ما أقولش أدراك. وأنا بنفخم الراء أو بفخم أي حرف، بالذات الراء، بلاحظ إن في ناس ما بتيجي تفخم الراء بتستخدم الشفتين وتمدها للأمام، زي يقولوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أبدا، مفيش هذا الكلام، هذا الكلام خاطئ. التفخيم ليس له علاقة إطلاقا بالشفتين إطلاقا. واللي بيفعل هذا الأمر هو فعله تقليد لحد تاني، ولم يعمل عقله ويناقش نفسه هو ليه بنعمل كده، يعني أخذ الحركة ولم يوجد لها إثبات علمي، لا من متن من المتون اللي درسنا وتعلمنا الفن ده منها، ولا من كتاب لعالم من العلماء المعتبرين، الشاطبي، ابن الجزري، أبو عمرو الداني، ولا حتى من علماء هذا الزمن الحديث دكتور أيمن رشدي سويد. لم نجد من يقول هذا الكلام أبدا. يبقى ليه بستخدم الشفتين مع الراء، أو حتى ما أجي أقول مثلا قال أو ضلال، ليه هذا الفعل؟ الصوت مش حلو ومرفوض وغير مقبول بالمرة وخطأ. التفخيم يا جماعة لا يتأتى من الشفتين، التفخيم من ارتفاع مؤخر اللسان، أي هو عملية تأتي من داخل الفم، بوسع
التجويف الفموي من الداخل بوسعه وارفع لساني لفوق، هو ده اللي بيعمل التفخيم. الشفتين لا تستخدم إلا في حرف الواو والضمة فقط، الضمة وحرف الواو فقط. فما أقولش أضراك أضراك واخلط الراء بالواو. وما أدرا را بنطق الراء وشفتيني في وضع الانبساط الطبيعي، مفيش فيهم أي اتجاه للضم خالص. وما أدراك ما ليلة القدر. أدراك هلاقي بعد الراء في الألف الخنجرية اتكتبت على نبرة كده زي نبرة الياء مثلا أو نبرة التاء. را كا ما أقولش أدراك. وما أدراك ما ليلة القدر. أدراك. ليه هنقول أدراك؟ إيه السبب في التفخيم؟ القاف اللي جاية في الآخر في كلمة القدر ده لسه مشوار، ده احنا لسه هنسافر على ما نروح. لا، انتبه، كل حرف ده لو كانت لازقة فيها حتى جنبها مفيش مبرر إن أنا أفخمها. كل حرف ينطق بصفاته الخاصة بيه. وما أدراك ما ليلة القدر. أدراك ما ليلة القدر. ما أمد مد طبيعي. ليلة تل وليس تل بلاش الضمة المفتوحة. تل. وما أدراك ما ليلة القدر. وما مد منفصل 4 حركات. وما أدراك ما ليلة القدر. أدراك أفتح الصوت رأسي لفوق، ما أقولش أدراك راك وميل الصوت. لما دخلت في سكة التقليل أو الإمالة أنا رحت في حتة تانية خالص، رحت لرواية أخرى خالص. لا، أنا أبقى ماشية لحفص مظبوط، حفص الألفات عنده كده أهو عمودي رأسي تماما. وما أدراك مفتوحة تماما، فتح وسط. فتح وسط يعني ما افتحش بقي قوي للآخر، لا، فتح العرب فتح وسط، يعني لا بفتح بقي للآخر ولا بقفله واشنجه كده وبقى يعني محتاجة حد يجي يفتح لي البق، لا، بفتح فتح وسط. وما أدراك ما ليلة القدر. يعني بلاش واحنا بنقرأ القرآن، في بعض الشيوخ والصيطة وهم بيقرأوا القرآن بيفتحوا بقهم قوي بحيث الواحد بيشوف اللهاة بتاعتهم وهم بيقرأوا. لا يا عم، يعني الواحد يكاد يكون هيدخل جوه البق. لا، منظر مش لطيف ابدا 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 انك تفرجني بقك من الداخل وانت بتقرأ القرآن. ما الداعي ان البق يتفتح على الاخر بهذا الشكل؟ يعني اديني سبب، اديني حكم تجويدي، اديني اداء تجويدي لحرف من الحروف يستوجب ان البق يتفتح بهذا الشكل. لا الالف ولا الفتحة ولا اي حاجة تستوجب هذا الامر. فتح العرب للفم فتح وسط، فتح وسط. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر. ليلة لي لنية. ليلة تل من التاء لللام مباشرة للقمرية. ليلة القدر ري وليس ري. ليلة القدر خير أفخم الخاء. خير رن الراء مفخمة، الراء المضمومة المفخمة صوتها زي صوت كلمة رحماء. حضرتك كده انطق أو حضرتك انطقي كلمة رحماء لا يمكن هتعرفي تنطقيها مرققة، هتلاقي نفسك بتقوليها مفخمة صح. فهذه الكلمة بناخدها مقياس للراء المفخمة. وهكذا علمني شيخي الفاضل أطال الله في عمر الشيخ ياسين إبراهيم، دايما يعطينا مثال لكلمة رحماء كمثال للراء المضمومة عند التفخيم. رحماء، نقيس عليها أي راء مضمومة عشان نفخم زيها بالظبط. خيرو وليس خيرو رو هذه الراء لا. خير ناخد بالنا خير الراء عليها ضمتين 2 واو جنب بعض شبه بعض مكتوبين بنفس الطريقة، وده علامة الإدغام الكامل، علامة الإدغام الكامل للتنوين.
التنوين الضم لما يكون الواوين مكتوبين جنب بعض اعرف ان النون دي بتاعت التنوين مدغمة في الحرف اللي جاي بعدها. لكن لو كانت الواو مكتوبة ثم الواو التانية مقلوبة بعد ما حذف راسها اعرف ان الحكم اظهار. خدتوا بالكم؟ زي ما كان في سورة ايه؟ كان في سورة مش فاكرة، في سورة التين ولا العلق، في سورة اتكلمنا فيها عن هذا الأمر. والتين والزيتون هذا البلد الأمين في أحسن تقويم. أجر غير ممنون فلهم أجر. رن كنا شفنا الراء عليها ضمة ثم الضمة التانية مقلوبة عشان وراها غير حرف الغين من حروف الحلق، فقلنا ده علامة الإظهار في التنوين. علامة الإدغام الكامل في التنوين، في التنوين أيوة، إن تكون الواوين مكتوبين الضمتين جنب بعض خير، ويكونوا جنب بعض وإيه بقى، ويجي الحرف اللي بعدهم عليه الشدة، فالميم جاي عليها الشدة. خير رم مفيش نون خالص، ما اقولش خير مفيش. خير. ليلة القدر خير من 1000 شهر. من النون عليها رأس الحاء اللي هي علامة السكون، دلالة على ايه؟ على حكم الإظهار. جاي وراها ايه؟ همزة. الهمزة من حروف الحلق، الحروف الستة اللي النون بتظهر عندهم. تظهر يعني تنطق بدون غنة زائدة. خير من 1000. لازم ألمس مخرج اللام. ألفي لأن في ناس بتبقى تشاور للام من بعيد من غير ما تخلي لسانها يلمس اللثة الخاصة بمخرج اللام، فالإشارة من بعيد كده ممكن توحي بغنة، تطلع صوت أشبه بالغنة أو أشبه بالنون. لا، لازم ألمس المخرج. ال من 1000 شهر. من 1000 شهر، أخلي اللام كده تلمع. من 1000 في مش 1000 أو 1000 شهر. 1000 شهر كأن الفاء ساكنة، لا، من 1000 شهر. 1000 شهر. قلنا القرآن مبني على الوصل، فلازم الحركة للحرف الأخير تظهر، ما ينفعش أنطق وأنا مسكنة الحروف. من 1000 شهر. شه حرف الهاء وقف على راء مفخمة، وما أقولش شهر. من 1000 شهر، لا، شهر. يبقى ليلة القدر خير من 1000 شهر، ووقفت على راء مفخمة. تنزل الملائكة. تنزى. لازم أوضح إن حرف الزاء مشدد. تنزى. يبقى عندي زاي ساكنة وزاي متحركة بالفتح. تنزل ما أقولش لول. تنزل الملائكة لول، لا. والملائكة لا، الملائكة تنزل من اللام المضمومة للام الساكنة، لام القمرية مباشرة، وأسقطنا همزة الوصل. عندي هنا مد ايه؟ متصل، لأنه في ذات الكلمة التقى المد والهمزة في نفس الكلمة، يبقى مد ايه؟ متصل، يمد 4 حركات. تنزل الملائكة والروح. الملائكة إي وليس إي. إيكتو وليس إكتو. الملائكة إي وتو، هذا الصوت خطأ. الملائكة ده الصوت المظبوط. تنزى أجي عند الزاي الساكنة ودي قوة. تنزى. تنزل الملائكة والروح، ومش وا. ما أقولش الملائكة والروح أفخم الواو ليه؟ عشان الراء، لا. والروح والروح.
تنزل الملائكة والروح فيها عندي مدين طبيعيين في الكلمة قد بعض، في قدها نفس المقاس، ملاقيش واحد فيهم أطول من التاني، خطأ. لما بيحصل كده عند بعض الناس بيبقى الصوت مش حلو أبدا. أحيانا يكون في كلمة فيها مدين زي توابة، تلاقي حد يمد واحد فيهم عن التاني، والتوابة. ليه كده؟ ليه؟ الاتنين قد بعض بالظبط. فيها تنزل الملائكة والروح فيها، والروح حو حو ده لازم أضم الحاء، حو مش حو، لا، حو لازم يبقى الصوت الضمة كامل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن مش ما اقولش بإذن، لا، بإذن. هي الكسرة بتتعب شوية عشان محتاجة جهد الأسفل، الإنسان ما بيحبش الجهد اللي لتحت، بيبقى فيه صعوبة شوية، لكن لابد منه إن كنت عايز تقرأ القرآن قراءة سليمة، لابد منه، لازم تتمرن على ان الفك ينزل، ما اقولش بإذن ربهم، بإذن ربه، ب وب ما ينفعش، يبقى انت هتفضل مكانك بتقرأ وبتبذل جهد في انك بتقرأ، ولكن ما بتحصلش على التلاوة المظبوطة، وبيفوتك اجر التلاوة الصحيحة، بيفوتك انك تكون مع السفرة الكرام البررة، بيفوتك بقى النتائج الفعلية اللي بتحدث للإنسان من شفاء للصدر ومن البدن وشفاء للروح، حاجات كتير بتحصل للإنسان من تلاوة القرآن السليمة، تناغم ذبذبات الكلمات مع ذبذبات الجسد، يعني في حاجات كتير قوي 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 بتحدث من القرآن مع جسد الإنسان وروحه إذا تلي القرآن بشكل سليم. فأنت بتفقد كل هذه المميزات لو بتقرأ القرآن بطريقتك، فحرام وقتك اللي ضايع على الفاضي، لازم تتعلم قراءة القرآن بجد. كفاك بقى تضييع للوقت، كفاك بذلت جهد في تعلم حاجات لا طائل منها ولا قيمة لها، حاجات كتير بذلت جهد ووقت في الفرجة وفي سماع أشياء لا قيمة لها. ابذل جهد شوية في تعلم كلام ربنا، ابذل جهد شوية، هيكون في تعب في الأول بس بعد كده هيكون في إمتاع لا مثيل له. واسأل أهل القرآن، اسأل أهل القرآن على الدنيا اللي هم فيها، على المتعة اللي هم فيها من تلاوة القرآن. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن مش بإذن، بإذن ربهم، ربي ما أقولش ربي، هذه الباء المهموسة مش بتاعتنا، دي باء أجنبية. ربي بإذن ربهم، من ربهم، عندي التقت ميم ساكنة عفوا، التقت ميم ساكنة ما عليهاش أي حركة، يبقى داخلة في حكم مع الميم اللي وراها، ميمتين مثلين زي بعض، إدغام بينهم وبين بعض، ميم ساكنة وميم متحركة، يبقى الحكم إدغام مثلين، بنقول عليه إدغام مثلين. الميم الساكنة ليها 3 أحكام، ليها الإدغام إن كانت في مثلها، ولها الإخفاء إن كانت مع الباء، ولها الإظهار مع بقية الحروف. سهلة ميم الساكنة، يعني موضوع سهل، لها الإدغام إن كانت في مثلها في ميم زيها، ولها الإخفاء الشفوي إن كانت مع باء، ولها الإظهار مع بقية الحروف تبقى ظاهرة. فيها بإذن ربهم، طالما تكون عندي ميم مشددة وجب الغنة لأن بقى حرف غنة، ربهم من أطلع من غنة أخش في غنة، الغنة الأولى غنة إدغام ميمين في بعض، والغنة الثانية غنة إخفاء نون في كاف. ربهم من
كل أمر، من كل، مش كل أمر، كل أمر كأن اللام ساكنة، لا، كل أمر، كل أمر، الكسرة تاخد زمن. كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أمر، أمر. هنا هنقف على ساكن وقبليه ساكن، يعني ساكنين هيلتقوا مع بعض. حد هيقول لي طب ما هنا التقى ساكنين. يجوز التقاء ساكنين في التطرف، في التطرف الأخير، إنما ساكنين في التطرف الأول أو ساكنين في بداية الكلمة مع ساكن في الكلمة التي قبله لا يجوز، يتعذر النطق أصلا. إنما ساكنين في التطرف الأخير ممكن، بدليل أهو إن إحنا نطقنا قلنا أمر، ممكن نقول صبر، ممكن نقول سحر، بتتنطق أهي. من كل أمر، ما أقولش أمر، ما خليش الراء تأثر على الهمزة وعلى الميم، لا، أمر، أمر، راء مفخمة لأنها راء ساكنة، قبلها ساكن، قبله مفتوح. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، من، ألاقي التنوين واو مضمومة، والواو التانية المقلوبة المقطوع رأسها، ووراها هي الهاء حرف من حروف الحلق، فالحكم هنا مع التنوين إيه؟ حكم إظهار للنون الساكنة. سلام هي، سلام هي، هي حتى، حتى، كلمة حتى منتهية بألف مادية مش بياء، هذه الياء هي ألف وعليها الألف الخنجرية أهي. حتى، أمال الياء دي إيه؟ دي كرسي للألف، الألف قاعدة على الكرسي ده. سلام هي حتى مطلع الفجر. مطى، مطى، ما أقولش متى، متى وطلعها تاء، ولا أقول مطى، مطى، ما، يعني لا فخم الميم من أجل أجيب طاء، ولا نزل الطاء وأخليها تاء من أجل إن أنا أجيب ما. واخدين بالكم؟ لا، كل واحد في صفته، الميم مرققة والطاء مفخمة مقلقلة. سلام هي حتى مطلعي، 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 وما اعملش فاصل في النطق ما بين القلقلة والحرف اللي بعده، ما بطرش القلقلة، ما اقولش مطلعي، مطلعي، ما اعملش الفاصل ده. مطلعي، مطلعي، متصلين على طول. مطلعي الفجر. مطلعي، عيل، عيل، وليس مطلعي، عل، لا، مطلعي الفجر، الفجر، مطلعي الفجر. سورة القدر مكونة من 30 كلمة، مكونة من 30 كلمة بالظبط، زي مين؟ زي شهر رمضان من 30 يوم. كلمة هي، سلام هي، كلمة هي ترتيبها 27 في كلمات السورة، ولذلك العلماء يعني توسموا من هذا الأمر وهذا التشابه وهذا الترتيب والإعداد للأمر ده، إلى إن هي تدل على توقيت ليلة القدر، إنها ليلة 27. سلام هي، إن هي 27 تبقى الليلة 27، إن كلمة هي ترتيبها 27 ضمن 30 كلمة زي ليلة القدر ضمن 30 يوم، وإن الليلة وإن السورة بتتحدث عن ليلة القدر، فاعتبروا إن ده إشارة إلى تحديد ليلة القدر. والله أعلم، هي يعني إيه، توسمات من العلماء بياخدوا كده إشارات من بعض الأمور. حبيت أقول لكم على هذه الفائدة وأفيدكم بيها. أرجو أن يكون الشرح واضح، وأرجو يعني تفيدوني بالقناة بتفيدكم، يعني يكون في تجاوب كده بيننا وبين بعض، يعني أنا عشان أقيم القناة وعلشان
اطورها وعلشان اعمل شيء جديد، محتاجة يبقى ارائكم معايا دايما، تقولوا لي عاوزين كذا، ناقصنا كذا، ملاحظين كذا، الصوت مظبوط، الشرح وافي او الشرح لا عايزين كذا. يعني يكون في تجاوب كده، ملاحظاتكم تكون معايا علشان اقدر اطور من الاداء، اطور من العمل، بحيث ابقى عارفة اللي انا بقدمه بالنسبة لكم مرضي ولا محتاج تعديل. فأرجو تساعدوني في هذا. أشكركم وأشكر حسن المتابعة. ما تنساش تضرب الجرس وتشترك في القناة وتشير الفيديوهات أول بأول للاستفادة. جزاكم الله كل خير ويخليكم لي يا رب، ما يحرمنيش منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.